أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل بط محشي فريك بطعم تحفة، مستوي مظبوط والفريك مفلفل ومش معجن خالص. تعالوا أقول لكم كل التفاصيل من أول التنظيف لحد التحمير. أول حاجة هنشطف البطة كويس جدا تحت مية جارية من جوه ومن بره، نتأكد إن مفيش أي بقايا من الريش أو الدم عند الرقبة أو الظهر، ولو في اي دهون في منطقة الرقبة من جوه يفضل ان احنا نشيلها ونتخلص منها. وبعد كده هجيب دقيق وملح وابتدي افرك البطة كويس جدا تحت الجلد ومن جوه ومن بره ومن كل حتة، وبعد كده اشطفها بمية جارية. وبعد كده هجيب عصير ليمون وابتدي ادعكها كويس جدا برضو من جوه ومن بره من كل حتة، واسيبها 5 دقايق، وبعد كده اشطفها برضو بمية جارية كويس جدا. والصينية اللي هنعمل فيها البطة هنحط فيها شرايح من البطاطس والجزر والبصل أو أي خضار متوفر عندنا. ولتتبيلة البطة عندنا معلقة صغيرة من المستردة والسبع بهارات والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وعندنا بصلة صغيرة مبشورة ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم. وابتدي أجيب البطة وأتبلها كويس جدا جدا في كل مكان، تحت الأجنحة، في الرقبة، من الجلد من تحت، من جوه البطة. أهم حاجة مسيبش أي مكان غير لما أتبلها فيها. وما ننساش الكبد والقوانص. وبعد ما أتبلها كويس جدا يفضل إن أنا أسيبها ليلة كاملة في التلاجة أو على الأقل ساعتين. وللحشو معايا بصلتين متوسطين، ابتدي اقطعهم صغير بالشكل ده وعليهم سمنة او زبدة، وابتدي اقلبهم لغاية ما يبتدوا يتشوحوا معايا وياخدوا لون. وبعد كده عندي كوبايتين من الفريك منقوعين لمدة ساعتين في مية. طبعا اهم حاجة اكون غسله كويس جدا، الفريك لازم يتغسل كويس جدا. وبعد كده ابتدي اصفيه، والبصل يكون اتحمر ابتدي احط عليه الفريك واقلب كله مع بعضه كويس جدا، وهبتدي اشوحهم مع بعض لمدة 3 4 دقايق. وعندنا ملح وفلفل اسود هبتدي برضه اضيفهم. اهم حاجة نخلي بالنا لو احنا هنحط على الفريك شوربة، ان الشوربة ممكن يكون فيها مرقة ويكون فيها ملح، فنراعي الموضوع ده، لان انا هنا مستخدم شوربة فانا ما كترتش قوي الملح. لو مفيش شوربة ممكن نزود ملح. ونبتدي نقلب، هنحط حوالي كوبايتين شوربة، ما نحولش نكتر قوي الشوربة عشان احنا هنساوي الفريك 3/4 سوا بس. وهنغطيه ونسيبه على نار هادية لغاية بس ما يبقى 3/4 سوا. وبعد كده هجيب البطة وابتدي احشيها بالفريك بالشكل ده، ممكن عن طريق المعلقة او بايدينا، كل واحد وعلى حسب ما يحب. اهم حاجة ما نملهاش قوي برضو عشان الفريك هو مستوي 3/4 سوا. ومن عند الرقبة هبتدي ارفع الجلد وابتدي برضو احط فريك واقفلها برضو كويس. وبعد كده من النص بعد ما نخلص حشو فريك ابتدي اقفلها بالكبد والقوانص عشان مفيش اي فريك يخرج من بره، زي ما حضراتكم كده شايفين بالظبط. وابتدي احط على الوش ممكن سمنة او زبدة من على صدر البطة ومن على الجناب. وهنحط يا اما كوباية مية وفيها بهارات وملح وفلفل في الصينية من تحت، او نحط كوباية من الشوربة، وهنغطيها بورق زبدة وفويل وندخلها الفرن على درجة حرارة 220 لمدة من ساعة ونص لساعتين بالكتير. وبعد كده لما بتستوي ممكن احط عليها صلصة من فوق واحطها شوية تحت الشواية حوالي 3 4 دقايق، وبعد كده بقدمها بالشكل ده. ومستني تعليقاتكم وتجربوا الوصفة وتقولولي عجبتكم ولا لأ، وياريت تشتركوا في القناة ولايك للفيديو.